يلا بينا اخدكم ميني فلوج لتحضيري لبطولة مستر ايجيبت 2026. نصحى من النوم طبعا بديهي جدا، مش لازم اصور لكم ولا بصلي واقول لكم صلي، لان دي حاجة بديهية جدا. اهم حاجة عبادتك مع ربنا عشان ربنا يكرمك. تمام. اول حاجة معانا بقى بعد ما صلينا هنعمل الوجبات بتاعت اليوم. ادي اهو صدور الفراخ كلها بتاعت اليوم كله، وادي البيض هنسويه ونرجع لكم. في اليوم مكونة من 300 جرام رز وثلاث بيضات و100 جرام خيار و50 جرام خس. تمام. أول وجبة في اليوم بخليها عالية الكربوهيدرات، علشان بعد الوجبة دي إن شاء الله هناخد البري ورك اوت بتاعنا ونروح نبدأ تمرين. اللي يعرف يا جدعان المشروب ده مكون من ايه يكتب لي تحت. متنساش كود الخصم بيج محمد عشان يوصل لك التوصيل مجاني من الروك ماسل. ورانا تمرين رجل، هنسخن رجلنا كويس. اول تمرينه معانا على الجهاز ده، اول تمرينه معانا بنلعب 3 مجاميع للفيلير. هنخلص التمرين ده ندخل على السكواد زي ما انتم شايفين كده، 3 مجاميع للفيلير، وهنرجع تاني على نفس الجهاز هنلعب عليه 3 مجاميع للفرق. اللي يعرف ايه الفرق ما بين الزاويه الاولى والزاويه الثانيه يا ريت يكتب لي تحت في التعليقات. رابع تمرين معانا هنلعب على جهاز الخلفيه زي ما انتم شايفين كده، 4 مجاميع للفيلير. هنخلص الجهاز ده وهناخد على السمانه على الدفع مجموعتين للفيلير، وهنلعب على السميث مجموعتين للفيلير نفس الكلام برضه. خلصنا التمرينه بتاعتنا، نستنى نص ساعه وبعد كده ناكل تاني وجبه لينا اساسيه. تاني وجبه لينا زي ما انتم شايفين هتبقى عباره عن 100 جرام رز، وهتبقى عباره عن 100 جرام خيار، وهتبقى عباره عن 50 جرام خس وبيضتين و200 جرام صدور فراخ. تمام. انا لسه مروح دلوقتي، هناخد معانا دلوقتي اخر وجبه وناخد بقيه الفيتامينات وانام. اخر وجبه معانا هتبقى عباره عن 50 خس، وهتبقى عباره عن 100 خيار، وهتبقى عباره عن بيضتين. تمام. هنخلص الوجبه دي ونسيت، وفي معانا هنا 30 جرام بنجر. تمام. كده خلصنا اخر وجبه. دلوقتي احنا معانا ايه؟ دلوقتي معانا الحمايات بتاعت الكلى والكبد، اخر حاجتين دول. تمام. هناخدهم وهننام. طبعا في بعض الفيتامينات ما ظهرتهاش، لان في فيتامينات انا باخدها مرتين بس في الاسبوع، وفي اللي انا باخده 3 مرات، زي مثلا فيتامين د، زي الفوار، السي اتش الفا اللي انا اتكلمت عليه كذا مره. فده انا ما عرضتوش النهارده لان مش ميعاده النهارده. وده مستواي حاليا. عايزكم تشاركوني اشتغل على نقط ضعف ايه، وايه الفئات اللي ممكن اشارك فيها ان شاء الله في مستر ايجيبت. عايز رايكم مهم عندي.